انا مرة تعبة شنبات حواليا. حضرنا نص الفرح ولاد ناس هتفضل ماشيه عامله كده وبتاع. لا 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 لا، انا اخش اغير. اصبر اوريك الاوتو فايت. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم العبقري. لو اول مره بتشوفني اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وتعالى نشوف الدنيا دي بتقول ايه. في ترند بيقول حبيبتي خديه اشبعي بيه. هو ايه اللي خديه؟ بيفكري بس كده خديه وانت هتلاقي شعرك بيتلف على ايدي كده بيتقطع. انا انانيه قوي، يعني حاجتي ما تبقاش مع حد غيري، حتى لو انا مش عاوزاها برضه ما تبقاش مع حد غيري. وبعدين يا بنات لما نقول حبيبتي خديه اشبعي بيه ما احنا بنرجع نعيط في الاوضه. في ايه؟ ففوق يا كارتة عشان ما اضربكيش على وشك. ماشي، خلي الناس تتفرج علينا. في الحقيقه يا جماعه انا مستغرب ان بنات ابتدائي طلع لهم صوت دلوقتي، يعني كبروا وبقوا يطلع لهم صوت وكمان بيتكلموا في حاجات سابقه سنهم قوي. عندي ايفنت النهارده هلبس فيه الدريس ده. الدريس كود هو سامري اوتفيتس وذ تاتش اوف بلو، وانا ما جبتلكوش تاتش اوف بلو، انا جبتلكوا دريس كله اصلا بلو في وايت. فيلا بينا دلوقتي هحط ميك اب، وانا يعني عملت شعري كده، مش عملته انا بس هديت اي هيشان فوق ولميته ومش هعمل فيه حاجه تانية خالص. هو في حاجه مش مظبوطه فيها، يعني هو في حاجه مش مظبوطه، وبرضه اعتقد ان محدش ركز في الكلام اللي هي بتقوله ولا الهدوم، صح كده ولا انا غلطان؟ بس هنا رساله للبنات او لاي حد اللي بيطلع من البيت يركز يشوف الكاميرا مطلعه ايه. انا حاسس في حاجه مش مظبوطه، وانا بس ولا انتوا كمان؟ لا تعملي ايه؟ بص انا لقيته مش جدع فجبت له ده. ازاي جدع؟ وانا لابسه شراب فرده وفرده، فهو كده عامل زي الشراب بيتلبس في الرجل، فالبسه في رجلي عادي جدا. طب يا بنتي ازاي يا جدع؟ والله مستخسره البسه في رجلي، ده ما يتلبسش اصلا ولا يتشاف، بس البسه في رجلي. اعمل ايه طيب؟ ازاي يا جدع؟ انت ايه الشرابات اللي انت بتجيبيها؟ كنت بصرف عليه يا باي. انت مش بني ادمه والله. انا كنت بصرف عليه، في الاخر راح يلقح عليا مع واحده بكتا. ينفع؟ بكتا معاه فلوس. عارف معاه فلوس من ايه؟ فعادي بقى، قلت اللي ما خدتوش القرعه تاخده من الصعود. واضح ان هو مش في دماغك خالص، يعني انت قررتي تعملي فيديو وتتكلمي عنه، ويعني واضح ان هو مش في دماغك. ده ليه حق يسيبك والله العظيم. الاشكال دي يا جماعه معرفش ازاي بقى محسوبه على البنات. والله بصوا يا جماعه، يعني العينه دي محسوبه على البنات، حاجه يعني استغفر الله العظيم. انا مرة تعبة شنبات حواليا وتحت رجليا. هتيجي امتى يا ابو بامبز؟ تركب شنبات عليا يا اخي. او 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 الحقيقه انا مش عارف حضرتك بتتكلمي كده ليه، يعني اكيد بتعاني من مشكله نفسيه وصلتك للمرحله دي، يعني ما لهاش تفسير تاني. يعني لو ليها تفسير اتمنى حد يوضح لنا، يعني اكيد هي بتعاني من حاجه نفسيه وصلتها للشكل اللي انتوا شايفينه ده. حضرنا نص الفرح ولاد ناس، هدخل البس دلوقتي السويت بانس بتاعي والجاكيت الجينز والجيرو ايدج. انا مش بتاعت الكلام ده، انا افضل ماشيه عامله كده وبتاع. لا 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 لا، انا اخش اغير. اصبر اوريك الاوتو فايت. فيها ايه لما نروح الفرح كده؟ مش فاهمه فيها ايه بجد. كميه راحه، ليه نلبس هيلز ونلبس فستان ونعمل ميك اب ونبين شعرنا ونبقى فجر؟ ليه كده حلو؟ يعني انت عارفه ان انت تبيني شعرك بالمنظر ده فجر، طب ليه بقى مبيناه؟ يعني ليه مبينتيه من الاول؟ وبرضه انت في الحالتين شكلك مش حلو، يعني سواء انت لابسه زي الناس فستان فرح او ان انت لابسه دلوقتي كاجوال، في الحالتين شكلك وحش. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه، وشكرا لكم يا جماعه.